لو هي بتشتغل فمن حقه شرعا أن يطلب منها جزء من الراتب تحطه في البيت، وهو بذلك ليس آثما. ازاي بقى؟ زي الناس، زي الناس. ما هو مفترض ومن حقه، خدي إن كمان معلومة، ومن حقه أن يقول لها إيه اللي بتجيبيه من شغلك ده نفقتك. وهو نفقته عليها ايه طيب؟ ولا الهوى، مش بتشتغل وأذن لها بالعمل وبتاخد فلوس من بره، قال لها شيلي نفسك، شرعا موقفه سليم 100%. ده ازاي طيب؟ معلوم. يعني ايه اللي في الشرع يدلل على ده؟ طب هو انا متجوزة ليه بقى لو انا انت بشتغل متجوزة عشان وبعول حضرتك نفسي؟ تقعدي في البيت، فانت قررتي ما تقعديش في البيت. قررت ان من فضلك انا محتاجه اقتطع من وقت الزوجيه وقت، واشترطتي عليه ده، واحنا قلنا ده شرط وهو وافق. فهو كمان شرط عليكي في المقابل، قال لك زي ما انت بتشترطي انا كمان بشترط، هتجيبي مرتبك قد ايه؟ 10000، 5000 اتحطوا في البيت. دي قدام دي، تقولي حاضر. طب مش موافقه، اقعدي في البيت ما تشتغليش. محدش كلفك تشتغلي، ولا حد كلفك تصرفي على نفسك خالص. انت اللي عندك الرغبه ان عايزه اطلع اشتغل، وعايزه تقتطعي من وقت الاسره، فقال لك خلاص. طب انا كده كده كراجل بشتغل للاسره دي، انت بتشتغلي بتفيدي الاسره بايه؟ عماله تشتغلي وتحوشي فلوس وتقطعي من وقتك، وكيد تيجي اخر اليوم مرهقه وتعبانه والناس مضايقينك في الشغل، والاسره لا تستفيد منك بشيء. ما تساعد انت كمان. طب ما انا سبتلك تحققي شغلك، انت كمان ساعدينا. موقفه سليم. جوزي بيقول لي ما دام انا بشتغل يبقى لازم اصرف في البيت، وانا مش عايزه اصرف ولا جنيه من فلوسي. ليه؟ دي فلوسي انا خاصه بيا، انا اجيب الحاجه اللي انا عايزاها انا بس. تعبك، ايوه. مجهودك. ايوه طبعا. بتشتغلي من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعه 8 الصبح للساعه 3. ل 3 العصر. اه. الوقت ده وقت مين؟ الوقت ده مين الأحق بيه؟ البيت بس. انا متفقه معانا انا بالراحة بس، الوقت ده وقت مين؟ وقت زوجك وولادك وبيتك. اه. هو وافق إن أنت تطلعي من بيتك من 8 ل 3. لو هو عاوز ياكل مين اللي هياكله؟ هو لو عاوز يدخل الحمام مين اللي هينور الهدوم؟ لو العيال عايزة تاكل مين اللي هياكلها؟ لو جاله ضيف في الوقت ده مين اللي هيخدمه؟ أنت فاهمة؟ لو عيل تعبان في الوقت ده مين اللي هيجري بيه؟ الدنيا اللي واقفه دي من 8 ل 3 يوميا، ده مش يوم انت عند اهلك زياره وجاي، ده شغل يومي. هو بيقوم بالدور ده. انت مفروض ان انت متجوزاه محبوسه لخدمته هو وعياله. هو وعياله. ايوه تمام. انت خرجت من البيت بقى يوميا من 8 ل 3. في مقابل للكلام ده، في مقابل بالاندفع، مقابل ان انا مهمله بيتي، مهمله زوجي، مهمله اولادي، مهمله الدنيا كلها. 3/4 اليوم، 3/4 اليوم. انت بترجع من 3 ده خلاص، على ما تغير هدومك وتدخل حمامك بقت 4، على ما تعملوا اللقمه وبتاع هتلاقي نفسك مرميه. ما جوزك كان عاوزك بقى في اليوم ده بالنهار، ده شرعا. فعشان كده لابد تعرفي ان الوقت المقتطع ده كان من حقه هو وعياله وبيته. في وقت ده انت قطعتيه من بيته ومن ولاده وخدتيه بره في الشغل، يبقى تعوضي الوقت ده. فانت ما ترجعيش تقولي بقى ايه لا ده مالي وفلوسي، ما انت مش جايباها من الهوا، مش جايه لك بحواله. هي الحاجه اللي اهلك باعتينها دي بتاعتك انت، لكن الحاجه اللي انت خدتي من الوقت البيت وكرامه البيت ووقت الراجل ووقت عيالك، وقت اكلهم وشربهم وخدمتهم، وقت الراجل لو كان عاوز، كل دي امور وارده. ايوه. خلاص طلعت انت من البيت في كل الوقت ده ورميت البيت، يبقى تعوضي البيت بما يستحق على المده اللي انت بتغيبي فيها. متشكره قوي، شكرا، جزاك الله خير.